يا ترى الأسواق بتعمل إيه وقت الحروب والنزاعات؟ ده يمكن سؤال بمليون جنيه لأي مستثمر. في التحليل ده إحنا مش هنخمن، لأ، إحنا هنرجع بالزمن لأكتر من 40 سنة ورا ونبص على الأرقام والبيانات عشان نفهم بالظبط إيه اللي بيحصل. وطبعا أول حاجة بتيجي في بال أي حد فينا حرب، يعني السوق هيقع، صح؟ ده رد الفعل الطبيعي، الخوف من إن كل حاجة تنهار. بس هل التاريخ فعلا بيقول كده؟ هل دي الحقيقة الكاملة؟ تعالوا نشوف. وهنا بقى المفاجأة الكبيرة. الحقيقة، أو على الأقل اللي البيانات بتوريها لنا، عكس كده تماما. الخطر الأكبر على السوق مش الحرب نفسها، لا، ده التهديد بالحرب. مرحلة القلق والترقب وعدم اليقين دي هي دي السم الحقيقي للسوق. ودي نقطة مهمة قوي وهتوضح حاجات كتير بعد كده. طيب اشمعنى ليه مجرد كلام عن حرب أو تهديد ممكن يعمل كل الدوشة دي في الأسواق؟ تعالوا نفهم السبب أعمق شوية. الحكاية كلها بتتلخص في كلمة واحدة: صدمة السوق أو الماركت شوك. الحرب دي مش مجرد خبر وحش بنسمعه في النشرة، لا، دي عاملة زي زلزال مفاجئ بيضرب السوق. كل الخطط وكل الحسابات بتتلخبط في ثواني، وكل مستثمر بيلاقي نفسه لازم يعيد تقييم كل حاجة من أول وجديد وفوراً. طب إيه اللي بيحصل على الأرض؟ كرد فعل مباشر بتلاقي مؤشر الخوف اللي بنسميه فيكس بينط للسما. ده معناه إن التذبذب بقى عالي جدا، والفلوس ذكية بتهرب من الخطر، يعني بتطلع من الأسهم وتدور على أي حتة آمنة. زي إيه؟ زي الذهب والسندات الحكومية. دي الملاذات اللي الكل بيجري عليها. بس تعرف ايه المثير في الموضوع؟ ان رد الفعل ده بالرغم من انه يبان فوضوي لكنه مش عشوائي ابدا. التاريخ بيقول لنا ان في نمط معين بيتكرر، شبه المسرحية كده، ليها بداية ووسط ونهاية. مسرحية من 3 فصول. تعالوا نتفرج عليها سوا. دي الخريطة بتاعت المسرحية بتاعتنا. الفصل الأول هو التهديد، كله ترقب وقلق، وهنا السوق بيبدأ ينزل. بعدين بيجي الفصل التاني، الصدمة، وده مع بداية الأحداث فعلا، وهنا التقلبات بتبقى في ذروتها. وفي الآخر خالص الفصل التالت، التعافي، لما الغبار يبدأ ينزل والصورة توضح، السوق بيبدأ يلم نفسه تاني. طيب نمسكهم فصل فصل. الفصل الأول مرحلة ما قبل الحرب. أهم حاجة هنا نعرفها إن السوق عنده قدرة على استباق الأحداث. يعني إيه؟ يعني الهبوط مش بيستنى أول طلقة تضرب، لا، هو بيبدأ مع أول إشاعة، مع أول تهديد. المستثمرين بيبدأوا يبيعوا عشان يقللوا المخاطر، وده لوحده بيعمل ضغط كبير على الأسعار حتى قبل ما أي حاجة تحصل. ونيجي للفصل التاني، وقت الصراع نفسه. إحنا دلوقتي في قلب العاصفة. طبيعي بنشوف هبوط حاد في الأول في المؤشرات الكبيرة، بس خلي بالك، مش كل السوق بينزل زي بعضه. هنا بقى بيبان الاختلاف. قطاعات زي شركات الدفاع أو الطاقة ممكن أسهمها تطلع، وفي المقابل قطاعات تانية زي السياحة والطيران بتاخد أكبر خبط. طيب، وبعد العاصفة بيجي الفصل الثالث، التعافي. الغريب والمدهش إن الأسواق عندها مرونة غير عادية. تحليل MSCI التاريخي بيقول إن في معظم الحالات الأسواق الكبيرة بترجع تاني لنفس مستوياتها اللي كانت عليها قبل الحرب، وده في خلال فترة من 6 شهور لسنة. طبعاً ده بشرط مهم، إن الحرب دي ما تكونش جزء من أزمة اقتصادية أكبر بكتير. كلام نظري جميل، بس هل ده بيحصل فعلا على أرض الواقع؟ تعالوا نسيب النظرية شوية ونشوف أمثلة حقيقية. إزاي المسرحية دي اتعرضت في أسواق مختلفة زي السوق الأمريكي والسعودي وكمان المصري. نبدأ بالسوق الأمريكي، باعتباره أكبر سوق في العالم. هو مثال واضح جدا على النموذج ده. أي صدمة جيوسياسية بتعمل هزة مؤقتة، لكن طول ما الاقتصاد نفسه قوي ومتين، السوق بيعرف يمتص الصدمة دي ويرجع يقف على رجليه تاني وبسرعة. طب وعايزين مثال أوضح وأقرب لينا؟ تعالوا نروح لحرب الخليج سنة 1990. اللي حصل في السوق السعودي وقتها كان مثال صارخ، يعني دراسة حالة كلاسيكية بتورينا إزاي دورة الخوف والتعافي دي ممكن تكون عنيفة جدا وسريعة جدا. شوف الرقم ده، سالب 20%. ده كان حجم الهبوط في مؤشر السوق السعودي تاسي في أول كام أسبوع من الأزمة. لحظة ذعر كاملة، الكل كان بيبيع وبس، محدش بيفكر في أي حاجة تانية. لكن بص بقى على اللي حصل بعد كده، وهو ده المدهش فعلا. في 6 شهور بس، 6 شهور، السوق مش بس رجع كل اللي خسره، لا، ده طلع كمان فوق وعمل مكاسب وصلت ل 25%. طبعا السبب كان واضح، أسعار البترول نطت للسما، وده دعم الاقتصاد بقوة. وده مثال حي على النمط اللي بنتكلم فيه، ذعر في الأول وبعدين تعافي قوي جدا مدعوم بأساسيات اقتصادية. وهنا بنفهم قد إيه طبيعة الاقتصاد نفسه بتفرق. في حالة السعودية في درع اقتصادي قوي هو إيرادات البترول والإنفاق الحكومي الكبير، ده بيساعد على امتصاص الصدمات. لو بصينا على مصر كمثال تاني الوضع مختلف،
الاعتماد على استيراد حاجات أساسية زي الأكل والطاقة بيخلي الاقتصاد حساس أكتر لأي أزمات خارجية، وده بيعمل ضغط على العملة وعلى التضخم. كل ده بيوصلنا للسؤال اللي بمليون جنيه، السؤال اللي كل مستثمر بيسأله لنفسه. طالما في نمط بيتكرر، هبوط وبعدين صعود، هل ده معناه إن ممكن نلاقي الوقت المثالي للشراء؟ هل ممكن نخش السوق في أقل نقطة ونعمل أعلى ربح؟ خلونا نكون مباشرين أكتر. هل في طريقة مضمونة 100% نعرف بيها القاع بتاع السوق ونشتري عنده بالظبط؟ يعني في كتالوج أو وصفة سحرية للموضوع ده؟ الإجابة البسيطة واللي كل البيانات التاريخية بتأكدها هي لأ. للأسف مفيش. محاولة إن الواحد يصطاد القاع بالملي دي مهمة شبه مستحيلة. السوق دايماً أسرع وأذكى من أي حد فينا، ومحاولة توقيت الدخول المثالي دي غالباً بتفشل. طيب والحل؟ الحل إننا نغير طريقة تفكيرنا. بدل ما ندور على التوقيت المثالي، خلينا ندور على الفرصة. والفرصة الحقيقية غالباً بتيجي متنكرة. متنكرة في إيه؟ في شكل خوف وذعر. اللحظة اللي الخوف فيها بيوصل لأعلى درجة والأسعار بتبقى أرخص بكتير من قيمتها الحقيقية، هي دي غالباً بتبقى الفرصة. تمام، فهمنا كل ده. يبقى إيه الخلاصة؟ إيه الاستراتيجية العملية اللي ممكن نمشي عليها عشان نتعامل مع الأوقات الصعبة دي؟ تعالوا نحط خطة لعب واضحة ومحددة. الخطة بسيطة وتتلخص في 3 خطوات. أول خطوة، الشراء بيكون وقت الخوف الأقصى، لما الكل بيبيع، مش لما الدنيا تبقى هادية والكل بيشتري. تاني خطوة، بلاش الدخول بكل الفلوس مرة واحدة، فكرة سيئة جدا. الأفضل هو توزيع المشتريات على مراحل، ده بيحسن متوسط سعر الشراء. وتالت وأهم خطوة على الإطلاق، التنويع. وزع استثماراتك، ده خط الدفاع الوحيد اللي هيحميك من المفاجآت اللي مش في الحسبان. والجدول اللي قدامنا ده يعتبر تلخيص ممتاز لكل الحكاية، بيورينا بالظبط كل مرحلة من ال3 بيحصل فيها إيه في السوق، والأهم إيه الأصول اللي نركز عليها ونراقبها في كل مرحلة. يعني دي الخلاصة العملية لكل التحليل ده. وفي النهاية هنسيبكم مع السؤال ده عشان تفكروا فيه. التاريخ علمنا إن أوقات الذعر الشديد ممكن جدا تكون هي نفسها أوقات الفرص العظيمة، بس القرار وقتها بيبقى أصعب ما يكون. فيا ترى إيه هو الخطر الأكبر؟ إن الواحد ياخد المبادرة ويخاطر ويدخل السوق في عز الخوف، ولا إنه يفضل واقف على جنب يتفرج والفرصة تضيع من إيده؟ ده هو فعلا جوهر الاستثمار وقت الأزمات.